بعد تحقيق ليفربول الدوري العشرين الموسم اللي فات، اتساوى خلاص مع مانشستر يونايتد كأكتر الأندية تحقيقا للبريمير ليج على مدار التاريخ. فده غير الدنيا خالص في ليفربول، رفع المعنويات، غير حتى سياسة الإدارة، بين إنهم خلاص كانوا بيحاولوا يهيمنوا على إنجلترا، ودلوقتي وصلوا لمرحلة الهيمنة على إنجلترا، لأن المنافس المباشر ليهم على مدار التاريخ بعيد دلوقتي من الناحية الحاضر اللي هو مانشستر يونايتد. فدلوقتي بيفكر الهيمنة الأوروبية. أنت محقق في دوري أبطال أوروبا، محقق حوالي 3 أو 4 أو 5. فدلوقتي انت بتبقى مرحله بقى انك عايز تعدي الميلان وتبقى قريب لريال مدريد، او تعدي برشلونه وتبقى قريب للميلان، وهكذا. ليفربول دلوقتي في مرحله قويه جدا. مرحله ليفربول في 2017 مختلفه تماما عن 2025 وعن 2026. ليفربول في 2017 كان بيحاول يبني فريق، كان بيحاول يتحرك من مرحله انك بتوصل لدوري اوروبي وبتغير مسارك بتروح دوري ابطال اوروبا، فانك دلوقتي انك منبع للعيبه البوتنشال، مش منبع للعيبه الميجا ستار خالص في الوقت ده. فجبت صلاح من روما، جبت ماني من ساوثهامبتون، جبت فيرمينيو، جبت فان دايك من سيلتيك، وكونت جيل كان النجم بتاعهم كوتينيو اللي في الوقت ده سابك وراح برشلونه، لانك انت مش منبع الميجا ستار، واللعيبه اللي بتبقى عندك ميجا ستار بتتحول لفرق تانية هي منبع الميجا ستار زي برشلونه مع كوتينيو. لكن في الوقت الحالي انت خلاص محقق دوري انجليزي في اخر 8 سنين مرتين، وكنت قريب في اوقات كتير جدا من انك تحقق دوري انجليزي، وعلى في ماتشات او في مواسم فرق نقط بسيطه، وفي مواسم يمكن بفرق اهداف. وبتتكلم برضو انك وصلت 3 نهائي دوري ابطال اوروبا، حققت منهم واحد نهائي دوري ابطال اوروبا، وكنت قريب برضو في 2022. فده برضو غير مسار ليفربول، وغير برضو اتجاه اللعيبه بالنسبه لليفربول، فخلاك في الوقت الحالي تجيب لعيبه ميجا ستار. انت رحت جبت فتى المانيا الاول، بتتكلم عن وورتز، اللاعب الموهبه الكبيره جدا، جبته بحوالي 120 مليون يورو، او يعني قريب من كده، 125 مليون في الحدود دي. ورحت جبت ايزاك من اخطر مهاجمين العالم بحوالي 140 مليون. فانت بتتكلم دلوقتي انت بتجيب لعيبه ميجا ستار، بتجيب لعيبه هي الصف الاول على المستوى العالمي. والاسئله دي انت دلوقتي جبت وورتز، جبت ايزاك، وجبت برضه في نفس الميركاتو جبت ايكيتيكي المهاجم اللي بدأ معاك موسم بصوره قويه جدا من المواهب الشابه في فرنسا. جبت كيركز ناحيه شمال، لعيب في وقت من الوقت خلاص روبرتسون هو من النجوم اللي عملوا تاريخ كويس جدا مع ليفربول في اخر 8 سنين. فانت عايز تشوف مرحله ما بعد روبرتسون، جبت كيركز من اللعيبه الكويسه جدا ناحيه شمال، وجبت برضه ناحيه اليمين بعد ما ارنولد مشي جبت برضه فريمبونج اللاعب اللي واعد مع باير ليفركوزن مع كتيبه جابا الونسو، ولاعب من اللعيبه اللي بتجيد الوينج وبتجيد الباك، فلاعب كويس جدا اللاعب الهولندي. الاسئله دي كلها انا من وجهه نظري بتجاوبنا على سؤال حقبة ليفربول ما بعد صلاح. لكن في سؤال مهم جدا، حقبة ليفربول ما بعد فان دايك، بالنسبة لي الإجابة حاليا لسه ما جاوبش عليها. لحد دلوقتي انت لسه ما جبتش اللاعب اللي بقيمه فان دايك. فان دايك فعلا في قلب دفاع ليفربول مدي تقل غير طبيعي من الناحيه الدفاعيه، ومن ناحيه حتى بدايه الهجمه، ومن ناحيه حتى التوزيع، من ناحيه انك بتلعب كرة بالمقاس على لاعب محطة، وبتعرف تسيطر على السكند بول بعد كده، او انك بتلعب في مساحة مع لاعب سريع زي محمد صلاح. لو الفريق اللي قدامك سايب مساحة ما بين الدفاع وما بين حارس المرمى، ففان دايك غير طبيعي. ووصل فترة من فترات في 2019 ان هو كان قريب جدا من بالون دور بفرق نقطة او نقطتين عن لاعب بقيمة ميسي، وكان عامل موسم استثنائي في 2019. ففان دايك من المدافعين اللي مصنفين بالنسبة لي من افضل المدافعين للقرن ال21، يعتبر ممكن من اول 5، سواء كان الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس. فمرحله ما بعد فان دايك لسه ليفربول لحد دلوقتي ما جاوبوش عليه. يمكن نشوف لعيبه من القطاع الناشئين، او ممكن نشوف لعيبه اللاعب اللي انت جبته من ايطاليا، اللاعب الشاب، ممكن يكون اللاعب ده في موهبه تبان مع الوقت، او ممكن انت في ميركاتو يناير هتجيب لاعب بقيمه فان دايك نشوفه في صفوف ليفربول. تعال بقى نتكلم عن اللمسات التكتيكيه لارن سلوت مع ليفربول في اول 3 جولات من موسم 2025 2026. انت لعبت بورنموث في اول ماتش، لعبت تاني ماتش رحت لعبت نيوكاسل، ولعبت ارسنال. الثلاث ماتشات انت كسبتهم ب9 نقط كمركز اول في البريمير ليج. لكن لو بصيت على الثلاث ماتشات هتلاقي ارن سلوت لعب ب20 لاعب سواء كان اساسي او احتياطي، منهم 3 لعيبه بس لعبوا على مدار الدقائق كلها في 3 ماتشات، فان دايك واليسون وسوبوسلاي.
الثلاثه دول كنا ممكن نحط معاهم كوناتيه لولا الاصابه، لكن الاصابات بدات مبكره مع ليفربول باصابه فريمبونج واصابه كوناتيه من اول 3 جولات، فريمبونج اول جوله وكوناتيه في الجوله الثالثه. لما فريمبونج اتصاب انا توقعت خلاص برادلي هو اللي هيلعب ناحيه اليمين، طبيعي اللاعب الثاني على طول كظهير، خصوصا ان هو في المواسم اللي فاتت كان بديل ممتاز وبديل كويس بالنسبه لارنولد، وكان ساعات بيلعبوا على حساب ارنولد لما بيلاقي ارنولد ولا حاجه في اوقات ما بيكونش دفاعيا اقوى حاجه فبيلعب برادلي مكانه. لكن اللي انا اتفاجئت ان انا لقيت سوبوسلاي هو اللي بيلعب مكانه في الماتش الثاني وحتى في الماتش الثالث ضد ارسنال. فبالنسبه لي سوبوسلاي كان حاجه غريبه، لكن ارن سلوت شاف فيه زي فالفيردي مع ريال مدريد. سوبوسلاي هنا ناحيه اليمين هو في الدفاعيا قوي وشفناه في الماتش، وده ممكن انطباع عين، لكن حتى لما تبص على الارقام هتلاقي ان سوبوسلاي هو الاعلى في التدخلات الصحيحه بالنسبه ل 90 دقيقه ب 2.3، هو الاعلى برضه في النسبه ب 100% في التدخلات الصحيحه. فسوبوسلاي قوي جدا من الناحيه الدفاعيه، زائد ان هو في الناحيه الهجوميه كويس ولعب في الاصل وسط ملعب، علشان كده في الحاله الدفاعيه هو بيعتمد عليه كظهير عادي جدا، وفي ناحيه البناء وفي بيلد اب بيتحول لانفيرتد فول باك، لاعب بيتحول جنب اللعيبه، جنب جرافنبيرش او جنب ماك اليستر او جنب جونز ايا كان اللي بيلعب جنبه، وبيبقى معاه دبل بوفوت في بدايه الهجمه عشان بيبدا بثلاثه وقدامهم 2. فعلشان كده سوبوسلاي بالنسبه لارن سلوت هو خيار موفق وادى اداء كويس ونهاله ماتش ارسنال بضربه حره بصوره قويه جدا. بالنسبه لي في مشكلتين واضحين جدا بالنسبه لي في خط دفاع ليفربول اللي لهم علاقه بضربات الراس. واحد فيهم له علاقه بالباك الشمال كيركز، اللي بسبب قصر قامته ان هو ما بيجيش ضربات الراس، وكان في ماتش نيوكاسل لقطتين، اللقطه الاولى كانت ممكن يسجل فيها هدف رغم ان المهاجم او اللاعب اللي بيجي له وضع الحركه فبيدي له ارتقاء اعلى، لانه بتبقى انت في وضع الثبات هو في وضع الحركه، لكن برضه قصر قامته بيفرق في النقطه دي. وكره الهدف لنيوكاسل جت برضه عن طريق من جبهه او من ناحيه كيركز اللي المفروض ماسك اللاعب، لكن ارتقائه في وضع الحركه بيكون بيديله بونص على كيركز. ده بالنسبه لكيركز. الناحيه الثانيه لها علاقه بكوناتيه، ضربات الراس برضه، رغم ان كوناتيه لاعب طويل لكن كوناتيه شفت له كذا لقطه ما بيقدرش الكره بصوره ممتازه، الكره بتيجي عليها دايما انت بتبقى خلاص مدي نفسك اوردر كده انك هتطلع على الكوره بارتفاع معين في نقطه معينه، لان الكره دايما الكرات العاليه بتيجي بمنحنى، فالمنحنى يبقى من حاجه بتبدا بحاجه ارتفاع قليل بعدين توصل لنقطه عاليه خالص بعدين تنزل لحاجه قليله خالص. فايا كان في مرحله من المراحل دي انت لازم بتقدر الكره انك بتم ارتقاء بصوره معينه فبتجيبها للنقطه اللي انت متوقع ان الكره تروح فيها. في دي دايما كوناتيما بيبقى تقديره ليها مش مظبوط، لا اما هو نفسه بيرتقي الكره اقل من كده فالكره بتبقى اعلى فبتعديه، او انه بياخد خطوتين وبيحاول يجيب الكره بيقدرها ان هو يجيبها في النقطه دي وتبقى برده اعلى وتعديه. شفتها في كذا لقطه، فكوناتيه في النقطه دي هو نقطه سلبيه بصوره قويه جدا، لكن من فان دايك جنبه فيعتبر مغطى عليه شويه. النقطه الايجابيه برضو لها علاقه بخط الدفاع، لكن المره دي لها علاقه بفان دايك ومالهاش علاقه بالناحيه الدفاعيه، لها علاقه بالناحيه الهجوميه او البيلد اب. فان دايك هو الاعلى في التمريرات الدقيقه بالنسبه للاعيبه ليفربول كلهم، وهو الاعلى في الكرات برضو الطويله بالنسبه للاعيبه ليفربول كلهم في 90 دقيقه. ففان دايك هو اوبشن كويس جدا في الخروج بالكره، اوبشن في انه بيلعب بالكرات الطويله بدقه عاليه جدا سواء كان في المساحه او سواء كان على لعيب المحطه. ففان دايك بالنسبه لي هو تقل كبير جدا في خط دفاع ليفربول. لما تيجي تبص من الناحيه التكتيكيه لسلوت هتلاقي بيعتمد على 4-3-3، بتتحول في عمليه بناء الهجمه او في عمليه البيلد اب، سواء كان انك بتبدا الهجمه بشورت باص او بلونج باص، فانك بتلعب بال3-2 3-2 او 3-2-2-3 ايا كان، فهو ده الشكل اللي بيعتمد عليه ايا كان الاسماء. يعني وليكن الشكل بيبقى في وقت من الاوقات بيبقى فان دايك هو فاتح ناحيه اليمين، بيكون ناحيه الشمال موجود او ناحيه اليمين كوناتيه، ناحيه الشمال فان دايك، وفي وسطهم سوبوسلاي، قدامه بينزل فيرتز جنب جرافنبيرش او جونز في وقت من الاوقات، وبيكونوا هنا الشكل 3-2. قدامهم بقى بيكون ناحيه شمال كيركز اللي بيتقدم، ناحيه اليمين بيمسك الخط في الوقت ده بيبقى صلاح، لان سوبوسلاي هو الباك اليمين بيتحول لانفيرتد فول باك، وبيبقى معاهم برضو المهاجم الكتيكي، وبيبقى تحتهم عندك ماك اليستر او ويرتز لو هو فضل مكانه ونزل حد هو اللي يستلم الكوره. فده بيكون الشكل 3-2-3-2. في اوقات تانية بيبقى 3-2-2-3
عادي جدا بيبقى ان ويرتز بيفضل مكانه وجاكبو بيتحول جنبه، واللعيب المهاجم بيبقى مهاجم واحد، مش اللاعب الجناح بيتحول جنب المهاجم كسكند سترايكر، لا بيتحول ساعتها في مناطق الهاف سبيس بيبقى جنب ويرتز بيقوم بمهام صناعه اللعب. فده هو شكل سلوت. لكن الميزه بالنسبه لي هي جوده اللعيبه. جوده اللعيبه بتتمثل في انك في الهجمات المرتده بتبقى لعب مباشر ولعب طولي دايما، مفيش تمريرات عرضيه كتير، لانك بتلعب جنب على طول، بتلعب لعب طولي، بتبقى عايز تخترق المساحات، عايز تبدا باقل لمسات توصل للمناطق الخطره. وده بشوفناه في الهجمات المرتده، وشوفناه حتى لما الخصم بيكون قدامك بيلعب عليك بلو بلوك او زون ديفنس، فانت برضو بتعرف تخترق بلمسات قليله واختراق عمودي. شفت في الهدف الثالث لنيوكاسل، وبالنسبه لي ده هدف يدرس، هدف المفروض في المحاضرات اللي لها علاقه بالكره واللي لها علاقه بالتكتيك واللعب المباشر العمودي يكون ده من التريد مارك للطريقه دي. كوناتي لعب الكوره ناحيه اليمين، لعبها لإليوت اللي لعب على طول بطريقه السيرد مان او بمبدا السيرد مان، لمسه واحده لجرافنبرش اللي بلمسه واحده لبرادلي الباك اليمين اللي برده موجود هنا. كانت في 2 مهاجمين، كيزا بيتحرك عمود سواء كان للخلف عشان يلعب كمهاجم وهمي او كفولس 9، وصلاح برده اللي بيخترق العمق وهو جاي من ناحيه اليمين. فاتلعبت برادلي لكيزا اللي مش شايف اللي وراه، فقرر ما يتفزلكش يبصها لصلاح، وصلاح باللمسه واحده لسوبوسلاي اللي شايف اللي وراه ومقدر اللي وراه، عارف نجومه اللاعب الشاب ان هو وراه فاضي خالص، من غير لمسه بتفويته بس اتلعبت لنجومه. برضه نجومه ما قررش ان هو يستلم رغم ان المساحه فاضيه، ومن لمسه واحده في شمال الحارس ويسجل الهدف الثالث. هدف يدرس ويتبين لك قد ايه جوده اللعيبه دي، وانها تقدر بعدد لمسات قليل تخترق الخصم بلعب عمودي، وضد برضه فريق مش قليل، ده فريق بيلعب دوري ابطال اوروبا او هيلعب دوري ابطال اوروبا، نيوكاسل. خلاصه الموضوع ان ليفربول دلوقتي بقى عنده لعيبه ميجا ستار ويناطح اي فريق، لكنه بس ناقص له مدافع قوي زي فان دايك مع الموسم ده او حتى المواسم الجايه، عشان يبقى عندك فعلا رحله واجابه للسؤال اللي بيقول لك ليفربول هتعمل ايه بعد حقبه صلاح وفان دايك.